على الكيبورد اللي قدامك؟ بص تاني، مش ملاحظ حاجة غريبة في ترتيب الحروف؟ الترتيب غريب جدا، لا هو الترتيب الأبجدي العربي ولا الإنجليزي. هل الترتيب ده عشوائي؟ طيب لو ما كانش عشوائي فمين اللي رتبه كده وعلى أي أساس؟ خلونا نعرف إجابة السؤال ده وإزاي الكيبورد أصلا بيشتغل. تعالى نرجع بالزمن ورا شوية للوقت اللي ما كانش فيه كيبورد ولا كمبيوتر أصلا، أيام الزمن الجميل بتاع الآلة الكاتبة. الآلة الكاتبة بتاعت زمان كانت حروفها عبارة عن ألواح معدنية زي ما احنا شايفين. أول ما اخترعوها كان ترتيب الحروف بالترتيب الأبجدي، بس بعد الاستخدام المتكرر بدأت العيوب تظهر، بالتحديد في الطباعة. لقوا إن الضرب السريع على الحروف اللي جنب بعضها بيخلي الألواح تخبط في بعض وتنحشر فوق بعض، وده طبعا بيخلي الآلة الكاتبة تعلق، ولازم بقى نفك الانحشار ده يدويا كل مرة. فاضطروا يدوروا على حل للمشكلة، فالمهندسين استعانوا بعلماء اللغة وبحثوا في اللغة الإنجليزية وشافوا إيه هي أكتر حروف بتيجي ورا بعض، وده خلاهم يفكروا في إعادة ترتيب الحروف في الآلة بحيث يبعدوا زراير الحروف اللي بتيجي ورا بعض كتير في الكلمات عن بعض، وبالتالي لما تدوس على حرف وتيجي تدوس على التاني يلحق لوح الحرف الأولاني يرجع لمكانه من غير ما يخبط في لوح الحرف التاني. الحل طبعا ما كانش سحري ومحلش المشكلة نهائيا، بس هو قلل نسبة حدوثها كتير. الترتيب الجديد ده بقى سموه كويرتي، وده نسبة لأول 6 حروف في الصف الأولاني من الشمال تحت صف الأرقام. بص كده عليهم وهتلاقيهم بالترتيب ده فعلا، ومن ساعتها والترتيب ده بيستخدموه في أي لوحة مفاتيح أو كيبورد، سواء بقى كانت بتاع كمبيوتر أو موبايل أو تابلت، وبقى محفوظ عند الناس اللي بتكتب كتير رغم إنه يبان عشوائي وصعب الحفظ. طيب تعالى بقى نشوف الكيبورد دي بتشتغل إزاي. الكيبورد هو أداة إدخال input device، علشان زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت بندخل بيه حاجات للكمبيوتر، وبيستخدم مبدأ الدايرة الكهربائية لترجمة الضغط على الأزرار لإشارات بيفهمها الكمبيوتر، وكل زرار بيدي إشارة مختلفة. طيب إزاي؟ الكيبورد نفسها شبه جهاز كمبيوتر مصغر فيه معالج أو بروسيسور خاص بيه، بالإضافة لمجموعة من الدوائر الكهربائية اللي بتكون شبكة من الدوائر تحت المفاتيح وبنسميها كي ماتريكس. طول ما احنا مش دايسين على الزراير بتفضل الدايرة اللي تحتيه على طول مفتوحة. لما بنضغط بقى على أي زرار الحتة المطاطية البارزة فيه من تحت دي بتلعب دور القاطع أو السويتش اللي بيقفل الدايرة الكهربائية. القفلة دي بقى بتسمح بمرور تيار صغير بينبه البروسيسور اللي في الكيبورد إن في دايرة اتقفلت، فيقوم على طول مقارن موقع الدايرة اللي على شبكة المفاتيح مع خريطة الحروف أو الكاركتر ماب اللي معاه. الخريطة دي فيها قائمة للمقارنة بتقول للبروسيسور موقع كل زرار على الشبكة، وكمان ايه اللي المفروض يحصل لما تضغط على زرار أو 2 أو حتى 3 مع بعض. فمثلا الخريطة دي فيها معلومة إن لما يداس على الحرف A يتكتب A بشكل صغير، أما بقى لو دوست على Shift A في نفس الوقت فده معناه كتابة الشكل الكبير للحرف. وهكذا مع أي أوامر تانية زي Alt Tab اللي بتتنقل بيها ما بين البرامج المفتوحة، أو Ctrl S اللي ممكن تسجل بيها صفحة عجبك على النت. وعلشان الكلام ده يحصل بسرعة فالمعالج اللي في الكيبورد بيوصل الحرف للرام اللي بتعتبر أسرع ذاكرة على الكمبيوتر علشان تعرضه على الشاشة قدامك. بعد ما عرفت بقى سر ترتيب الحروف على الكيبورد وعلاقة الدايرة الكهربائية بطريقة عمله، وبعد ما قلنا لك كام اختصار كده زي Alt Tab وكنترول S، تعرف اختصارات تانية؟ طيب لو اكتبها لنا في الكومنتس على الفيديو ده. نفس فكرة الكيبورد دي تم تنفيذها في أجهزة الموبايل والحاسبات اللوحية، وهتلاقي عندك اختيارات كتير ومختلفة لشكل الكيبورد حسب نوع نظام التشغيل اللي موجود على الموبايل والحاسب اللوحي، وده كمان بيشتغل بنفس الطريقة مع الشاشة التاتش. وتقدر تتابع الفيديو اللي جاي علشان يشرح لك فكرتها عشان تكمل المعلومة.